فاكر آخر مرة كنت نايم وقمت فجأة عشان تشرب كوب القهوة بتاعك؟ أو كنت تعبان وبعد كوباية الشاي حسيت إنك اتولدت من جديد؟ طيب فكرت قبل كده ليه الكافيين بيعمل فينا كده؟ ليه هو أكتر عقار مستخدم في العالم كله؟ مش بس في الشاي والقهوة، لا ده موجود كمان في الشوكولاتة وفي المشروبات الغازية وحتى في الحاجات اللي مكتوب عليها منزوعة الكافيين. بس إيه اللي بيخلي مادة صغيرة بالحجم دي تتحكم في نشاطك وفي نومك وفي مزاجك؟ النهارده مش هنكتشف سر الكافيين بس، لا احنا هنسافر جوه عقلك ونشوف ازاي بيخدعك وبيخليك تصحى، وهنكتشف كمان الجانب المظلم بتاعه. هل هو ادمان؟ هل له علاقه بالامراض؟ ولا هو مجرد صديق صباحي مخلص؟ يلا اربط معايا حزام الامان عشان اللي جاي هيخليك تغير فكرتك تماما عن كوب القهوه بتاعك. لو أول مرة تشوفني فأهلا ومرحبا بك في قناة لحظة اكتشاف. معكم محمد السيد، وهنا دي قناتنا اللي بنقدم فيها كل ما هو جديد في عالم العلم والمعرفة بس بطريقة سهلة. ولو مش اشتركتش في القناة فيا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بقى نركن المقدمات على جنب ونخش سوا على موضوعنا النهارده. خليني ابدا معاك بحاجه صديقي، تعرف ان العالم بيستهلك اكتر من 100,000 طن سنويا من الكافيين؟ ده ما يعادل وزن برج ايفل 14 مره. كميه مأهوله صح؟ بس ليه بنستهلكه بالشكل ده؟ وليه بنتعلق بيه بالشكل المخيف ده؟ الحقيقه الكافيين ماده طبيعيه موجوده في النباتات، وهدفها الاساسي مش هو يصحيك الصبح، هدفها الاساسي هناك ان هو يقتل الحشرات اللي بتحاول تاكل النبات. تخيل الكافيين في الجرعات الكبيرة سام، لكن في الجرعات الصغيرة بيعمل العكس تماما، بيحسن الذاكرة عند الحشرات وبيخليها تفتكر الزهرة اللي كان فيها كافيين علشان تجي لها تاني. يعني النبات بيديك جرعة إدمانية بسيطة علشان ترجع له تاني، بالظبط زي ما بيعمل معاك فنجان القهوة. تمام، نسيب الحشرات ونروح للإنسان. إيه اللي بيحصل في دماغك لما تشرب قهوة؟ جسمك عنده مادة طبيعية اسمها الأدينوسين. الأدينوسين ده وظيفته إن هو يقول لمخك إحنا هننام. كل ما اليوم يعدي الادرينالين بيتراكم في مخك لحد ما بيجي فتره وتحس بالتعب وتقول خلاص انا هنام. وهنا بقى بيجي الكافيين. الكافيين شبه الادرينالين في شكله الكيميائي، فبيقدر يتسلل مستقبلات الادرينالين اللي موجوده في المخ ويقف مكانه، بس ما بيشتغلش زيه. النتيجه ان الادرينالين ما يقدرش يقول لمخك انا عايز انام، وانت بتفضل صاحي وفايق حتى لو جسمك بيقول لك انا عايز انام. مش بس كده، الكافيين بيزود افراز هرمون الدوبامين، وهو ده الهرمون اللي بيساعد على ظهور السعاده. علشان كده انت لما بتشرب كوبايه القهوه بتحس انك نشط وحيوي وعايز تعمل حاجات كتير. بس برضه كل حاجه حلوه ليها ثمن. كل مره بتشرب كافيين مخك بيحس انه في حاله طوارئ، وبيعمل حاجتين. اول حاجه بيزود عدد مستقبلات الادرينالين علشان يعوض تاثير الكافيين، وتاني حاجه بيقلل تاثير الكافيين مع الوقت، وده بيخليك محتاج كافيين زياده مع مرور الوقت. وهنا بتبدأ الحلقة المفرغة. في الأول كنت محتاج فنجان واحد، بعد شوية بقيت محتاج اتنين، وبعد فترة مش هتقدر تصحى من النوم إلا وفنجان القهوة معاك. وده تعريف الإدمان. والكارثة لو قررت تبطل الكافيين فجأة، الأدينوسين اللي كان محبوس في مخك هينطلق بكل قوته، وده يخليك تحس بصداع وأرق واكتئاب، أعراض انسحاب حقيقية. بس ما تفهمنيش غلط، الكافيين مش كله ضرر، في الحقيقة ليه فوائد مثبتة. أول حاجة إن هو بيقلل الإصابة بالمرض الرعاش اللي هو الشلل الرعاش والزهايمر، وكمان بيساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع. حتى الرياضيين كانوا بيستخدموه كمكمل لتحسين الأداء، ولفترة طويلة كان ممنوع من الأولمبياد لو زاد عن نسبة معينة في الدم. لكن برضه الكافيين مش حاجة سحرية، لو زودت الجرعة هيبدأ يعمل مشاكل، وعد معايا: ارتفاع ضغط الدم، زيادة معدل ضربات القلب، القلق والتوتر، اضطراب النوم والأرق. ببساطة الكافيين عامل زي السيف، لو استخدمته صح هيساعدك، لو بالغت فيه هينقلب ضدك. دلوقتي بقى عندك الصورة كاملة. الكافيين مش مجرد مشروب صباحي، ده أقوى عقار قانوني موجود في العالم. بنستهلكه بشكل مرعب، بيتحكم في طاقتنا وبيتحكم في مودنا وحتى نومنا. بس السؤال الكبير هنا، هل نقدر نعيش من غيره؟ ولو بطلناه هل حياتنا هتتغير للأفضل؟ وهل في بدائل طبيعية ممكن تدينا نفس التأثير بدون مشاكل الإدمان؟ في الحلقة الجاية هنتكلم عن بدائل الكافيين، ازاي تقدر تكون محافظ على نشاطك من غير ما تكون مربوط بفنجان القهوة بتاعك. استنى رأيكم في التعليقات، وعايز أعرف أنت شخصيا تقدر تعيش من غير كافيين؟ لو كنت وصلت لحد هنا فما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات الجاية. سلام.